نتعلم مع بعض النهارده ازاي نركب الحلقه دي في جنب الشنطه بكل سهوله. كل اللي هحتاجه الحلقه وخمس خرزات بس. تمام. اول حاجه انا عندي الشنطه دي القاعده بتاعتها من 5 حلقات. تمام. اقص القطعه من الخيط، وعندي هنا ال5 حلقات، واحد 2 3 4 5، دولت ال5. هعدي الخيط من التلاتة بس، اسيب الاتنين اللي على الحرف واعدي الخيط من التلاتة اللي في النص. 1 2 3، 1 2 3. يبقى انا كده سبت الخرزتين اللي على الحرف، ادي ال5 اهم، 1 2 3 4 5. سبت الاتنين اللي على الحرف وخدت التلاتة اللي في النص. تمام. الخرز ده مش لولي، خرز فتافيت السكر. احط معاهم الرابعة خرزة واحدة عشان تكمل الحلقة الرباعية. خرزة واحدة بس من نفس نوع الخرز الاولاني، واشد الخيط اهو. كونت عندي هنا حلقة رباعية. تمام. اشد الخيط، اعدي الخيط اللي في الطرف اللي بره ده في خرزة واحدة من هنا. تمام اهو. والطرف اللي الناحية دي اعديه برضو من خرزة واحدة اهو، واشد الخيط. كده عندي الخيط معدي من 3 خرزات. اعمل ايه؟ اعدي خرزة واحدة، اعدي هنا خرزة واحدة واضيف الحلقة وارجع اعدي خرزة كمان، وارجع في الخرزة دي اعمل الدايرة بتاعتي او الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط اهو. طب انا ليه في السطر ده ما عملتش غرزة رباعية للي فوق زي اللي فوق؟ لان لو ضفت خرزة واحدة وعملتها غرزة رباعية هتضيق الشنطة معايا، لكن انا كده عطيت براح للشنطة او وسع شوية ليها. تمام. هعدي الخيط من خرزة واحدة اللي في الجنب دي، والطرف التاني هعديه من الخرزة دي، الطرف التاني هعديه من الخرزة دي وهعديه من الخرزة برضو اللي هي نازلة افقي دي. يبقى انا الطرف ده عديته من الخرزة الافقي دي، والطرف اللي على ايدينا ناحية الشمال عديته من الخرزة ديت، والخرزة بردك الافقي اللي زيها. هعمل ايه؟ هضيف خرزتين برضو هنا. اضيف هنا خرزتين، 1 2، وفي الحلقة التانية ارجع بالخيط واعمل دايرة اسحب بيها الطرف اللي انا عديته هنا بس. وكده انا خلصت. اخر خطوة بقى ان انا هعقد الخيط واتوهه بس كده. الخيط بقى هعديه واتوهه من وسط الخرز. وبس كده انا هنا توهت الخيط وخلصت بقى وكده الحلقة ركبتها. فاضل ان انا اركب السلسلة اهو. طبعا الحلقة دي اللي هي اللي هي الفتح
بس وبكده الشنطة خلصت والحلقات ركبت بكل سهولة. لو حد عايز اي حاجة تخص شغل الشنط يبعتلي في الكومنت وانا هعمل لهم فيديو مخصوص لكده. ويا ريت لو استفدت من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير. ممكن الفيديو حد تاني برضو يسمعه كده ويستفاد منه.